الاتصال مباشرة بمبعوث النهار إلى البليدة إلى ملعب مصطفى تشاكر. فاتح بوشعنان، فاتح معنا، تسمعني فاتح؟ نعم زميلي حكيم، أسمعك جيدا. إذن ما هي آخر الأخبار نعم المنتخب؟ حكيم. تفضل. نحن الآن حكيم متواجدون أمام ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، نعم. والذي يتزامن مع إجراء المنتخب الوطني لأول حصة تدريبية له بعد إلغاء حصة الأمس بسبب تهاطل الأمطار. نعم. حصة اليوم تعرف تهاطل أمطار خفيفة على أرضية الملعب. الحصة بدأها حليل زيش بمعاينة أرضية الميدان التي جميل. أكدت مصادرنا أنها في حالة جيدة، وأن الأمطار التي تهاطلت عليها لن تؤثر على أرضية الملعب. رائع. فاتح، نعم حكيم. نعم. بالنسبة للتعداد، فيما يخص تعداد حكيم، تعداد المنتخب الوطني مكتمل، لا وجود لأي إصابات. كل اللاعبين في صحة جيدة. أوراق حليلوزيتش الآن أصبحت بين يديه. التعداد مكتمل. الخيارات متاحة. يفصلون عن المونديال ما تبقى، وما يفصلون عن المونديال هو المستطيل الأخضر 90 دقيقة أمام المنتخب البوركينابي. إذن شكرا فاتح. شكرا لك زميلي حكيم. شكرا. ونلتقي إذن فاتح، شكرا جزيلا لك. نلتقي بمشاهدينا الكرام وتغطيات أخرى من موقع الحدث البليدة بإذن الله. وفاتح، تبدو جميلا، زادك العلم الوطني أناقة وجمالا. إذن مشاهدينا، ترقبوا أخبار أخرى وتغطيات عن الحدث. مباراة الجزائر بوركينا فاسو هذا الثلاثاء، توقيت مناسب بالنسبة للخضر لتحضير جيدا لهذه المباراة. نلتقي لاحقا بإذن الله. إلى اللقاء.